وده يا حبايبي البوتاجاز بتاعنا بعد ما نضفناه. شايفين بيلمع ازاي؟ طبعا انتوا شفتوه في الاول كان عامل ازاي. شايفين الازاز؟ بصوا البوتاجاز يا جماعه بقى يلمع ويبرق زي الفل اكنه لسه جاي جديد. جربوا التركيبه الجميله دي هتعجبكم جدا. وكمان هوريكم دلوقتي حيله حلوه جدا اول مره تعرفوها. يلا بينا. بصوا حبيب قلبي، لو عندنا المساحه دي وباظت مننا، يعني الشاشة بتاعتها باظت، احنا هنعمل بيها حاجة سحرية جدا وحاجة سهلة اوي هتساعدنا. بصوا، هنجيب السلك كده، هنركب كده السلك. لو عندنا استيك تمام، مش عندنا هنجيب كده بالسلك بتاعتنا حتة كده منها ونحطها كده، نفتحها كده زي ما انتم شايفين. نجيب الناحية التانية نفس الكلام، نحط عليها المكون بتاعنا. نقدر نعمل بيها الحيطان، البانيو، اي حاجة بعيدة. يعني بصوا لو حتى هنعمل بيها حاجة زي كده سهلة جدا وبتلف معانا زي ما انتم شايفين. لو في البانيو، لو في الحيطة بعيدة، هتبقى حلوة جدا. بصوا شايفين؟ لو دي حتة كده بعيدة عننا، بصوا مزنوقة، هي بتلف معانا في كل الاتجاهات. فدي حيلة حلوة جدا جدا ننضف بيها المطبخ بكل سهولة. عندنا كمان، بصوا حبايبي، لو عندنا كيس سكر زي كده ملموم عليه نمل او رز مثلا في نمل، هنجيب السلك ده بتاعنا، هناخد منه حتة زي كده صغننة، هنكورها بحيث ان هي ميبقاش فيها اي سلك يقع في السكر بتاعنا. اهي اهي كده اهو، مش هيقع منها حاجة اهو اهو. تمام. لو في نمل، بدل ما نحطه في التلاجة ولا نحطه في طبق ونحطه في الشمس، لا، لو حاطين كده السلكة هنا مش هيبقى فيه اي حاجة، كل النمل اللي هيبقى فيه هيمشي. تمام. دي كانت حيلة معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، والأول مرة يشوفني ياريت تشتركوا لايك. باي باي. وده يا حبايبي البوتاجاز بتاعنا بعد ما نضفناه. شايفين بيلمع ازاي؟ طبعا انتوا شفتوه في الاول كان عامل ازاي. شايفين الازاز؟ بصوا البوتاجاز يا جماعه بقى يلمع ويبرق زي الفل اكنه لسه جاي جديد. جربوا التركيبه الجميله دي هتعجبكم جدا. وكمان هوريكم دلوقتي حيله حلوه جدا اول مره تعرفوها. يلا بينا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه رهيبه للعيون اللي انتوا شايفينها دي. عايزه اقول لكم هخليها تبرق. هنعمل مع بعض وصفه محدش يعرفها كتير خالص، يعني قليل اول ما يعرف الوصفه دي. هنعمل مع بعض تركيبه كده جهنميه، هتدوب لنا اي دهون شايفينها، واي دهون في البوتاجاز، اي دهون في الحيطه، في الحمام. يلا مع بعض. هنا يا حبايب قلبي معانا صابونتين بلدي زي ما انتوا شايفين كده. اللي مش لاقيها ممكن يجيب اي صابونه صفرا عنده، مفيش اي مشكله خالص. احنا هنا كنا بشرنا حبه فقلت اكمل الاول معاكم. هنا عندنا ليمون مغلي، عندنا خل والمبشره. هنعمل ايه؟ هنبشر مع بعض الصابون البلدي ده. نبشر كده، هكمل بشره وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي، بعد ما بشرناه اهو بقى بالكميه دي، احنا عندنا هنا يا نحط بيكنج باودر، بيكنج صودا، كربوناتو، اللي متوفر عندنا مفيش اي مشكله خالص. هنجيب علبه زي كده، اللي مش متوفر ممكن نحطها في طبق، مفيش مشكله خالص، كل حاجه سهله. الاول هنفضي الكميه دي بتاعتنا،
عايزه اقول لكم الصابون البلدي ده بتاع تيتا وجدو، فاكرين انتوا الكلام ده؟ يعني انتوا لو مش عارفينه ممكن نسأل تيتا عليه. عايزه اقول لكم ما كانوش بيستخدموا غيره اصلا في الغسيل، كانوا بيغسلوا على ايديهم، مش زينا احنا كده يعني مرفهين. عايزه اقول لكم كان بيعتمدوا عليه في كل حاجه. فعايزه اقول لكم الوصفه دي فعلا حلوه قوي 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 وجميله جدا وعبقريه وهتعجبكم جدا. هنحط هنا البيكنج باودر. محدش يضحك بقى يقولي احنا بنعمل كيكه ولا ايه. نقلب كده. هنجيب عندنا هنا صابون خام، ونفضي كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هنقلب بقى لحد ما يبقى عامل زي العجينه كده. بصراحه الوصفه دي ان شفت طبعا عين البوتاجاز عامله ازاي، هتشوفوا البوتاجاز هيبقى بيورق ازاي. مش كمان ان هي بتشيل سواد، لا 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 لا، ده كمان بتلمعه وبتخليه اكنه جديد، لان المساحيق وكل الحاجات اللي بنستخدمها بتبهت باللون الالومنيوم. الوصفه دي هترجعها تاني، هترجع لك لون الالومنيوم بتاعت البوتاجاز والستانلس بتاع البوتاجاز زي الاول. عايزه اقولك بصي بيدوب بطريقه رهيبه. حاولي تدوري على الصابون دوت، انا بصراحه دورت عليه عشان عيونكم لحد ما لقيته، لكن اللي مش لاقيه ممكن يجيب سان لايت صفرا، اي صابونه وش صفرا مفيش مشكله خالص. هنا هنضيف ليمون بس سنه سنه. بصوا احنا كمان بشرنا صابونه واحده، ما عملناش الاتنين. بصوا الخلطه بتاعتنا بقت عامله ازاي. نحط عليها شويه خل. التكايه بقى اللي جايه دي حبه سكر. عايزه اقولك السكر دوت على السلك حاجه رهيبه، هيخلي عندك المواعين والبوتاجاز واي حاجه عايزه تتعمل تدعك كويس. عايزه اقولك هيخليه بيبرق. احنا هنا نقعد نقلب كويس كده. بصوا فوق بقى فوم خالص، نقعد نقلب كده لحد ما يبقى ايه مفيش اي تكتلات. شايفين؟ نقلب كويس. هقلب شويه وارجع لكم. بصوا يا حبايب قلبي بعد ما عملنا الخلطه بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين، هنحط معانا العيون هنا كده. زي ما انتم شايفين كده، بصوا عامله ازاي. هنضيع كل الكلام ده منها، هنحط جزء عليها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ هنسيبها تتنقع على راحتها خالص، وناخد الكميه دي وندعك يلا لما نيجي على البوتاجاز. عايزين نخليه يبرق زي بتاع العروسه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، يا اما معانا السلكه دي زي ما انتوا شايفين اهي السلكه ديت، يا معانا السلكه دي يا اما دي، اللي تحبوه استخدموه. احنا هنعمل دي الاول. التانية دي بحب استخدمها في العيون. حبيت اقرب لكم شويه كاميرا. نمسك كده اهو، ندعم بقى كويس. زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين كده ازاي؟
هندعك كويس كل الكلام ده كده. وطبعا معانا برضو الازاز ده نعمله برضو. وعايزه اوريكم بعد كده بعد ما ادعك كل البوتاجاز، عايزه اوريهولكوا هو بيبرق ازاي بالخلطه الجهنميه بتاعتنا. بس انا هوقف دلوقتي، هدعك بقى كل الكلام ده بالوصفه بتاعتنا الجميله دي وارجع اوريها لكم عشان ما اطولش عليكم، يبقى الفيديو طول بالنسبه لكم. الاول احب اوريكم عشان انتوا شايفين قدام عينيكم بنفس الخلطه اللي احنا عملناها اهو. اهو شايفين بتعمل رغوه حلوه قوي. تدعكي كده. همسح لكم بس الجزئيه دي مع اني ما دعكتش ولا تعبت نفسي. هي الوصفه كفيله بان هي تنضف بطريقه سحريه جدا. بصوا همسح بس كده، انا كده ما دعكتش لسه عملت حاجه. بصوا شايفين رجع بيلمع ازاي. وطبعا لسه يعني انا كده وما عملتش حاجه. هكمل بقى وارجع لكم تاني يا حبايبي. شايفين يا حبايب قلبي احنا كده غسلنا البوتاجاز. انا قلت اكمل معاكم الفيديو. طبعا لازم تبقي لابسه حاجه ما تخافيش عليها يعني، عشان طبعا اي حاجه فيها روتين نظافه. طبعا شايفه كده انا حبيت اعمل معاكم الازاز بالشكل ده، وهرجع لكم تاني برضو. ولو لسه مكملين معايا يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وشير وكده وتابعوني. بصوا بقى يا حبايب قلبي البوتاجاز منور ازاي. لسه عايزه اقول لكم منور. شايفين؟ بصوا كمان الازاز بتاعه. بصوا ما بقاش فيه اي حاجه كأنه لسه جاي جديد. يلا بقى على طول على ايه؟ على العيون بتاعتنا. طبعا العيون بتاعتنا اتنقعت مع ما عملنا البوتاجاز بتاعنا والفرنه. بصوا نزلت كل الحاجات الغامقه. شايفين معايا اهو كل الحاجات الغامقه نزلتها معانا اهو يا حبيب قلبي. بصوا كل الحاجات اللي غامقه الصفار والزيوت والدهون كلها نزلت. يلا بقى نمسك عين معلش نمسك عينين كده مع الخلطة الجهنمية بتاعتنا. اول حاجة نمسكها بالسلكة كده بتاعتنا الدايبة دي، نمسك كده. بصوا من غير اي دعك، شايفين؟ من غير اي دعك بدأت تفتح معانا. كمان دي بتشيل كمان اللي هو البهاتين بتاع الألمونيا اللي هو من كتر المواد الكيماوية اللي بنجيبها عشان ندعك بيها البوتاجاز بتاعنا. وياريته بينضف. دي مكملناش 5 جنيه، هي سوينا ب5 جنيه. كيس بيكنج باودر يكون عندك، احنا خدنا منه شوية يعني قولي كل الحكاية 6 جنيه. صابون كده كده عندنا والخل. بصوا هيبرق ويبقى زي الفل. هكملوا معاه هدعكوا واوريهولكوا عشان مطولش عليكم حبايبي. ما تنسوش اللايك. بصوا بقى يا حبايب قلبي بعد ما غسلنا العيون بتاعتنا وخليناها زي الفل بالتركيبة الجهنمية اللي احنا عملناها، شايفين بقت بتلمع ازاي؟ شايفين؟ طبعا شفتوها قبل يعني ممكن ترجعوا بالفيديو شوفوا كانت عاملة ازاي. هنغسل بقى معانا السيوخ دي طبعا بنفس الخلطة الصابون بتاعنا اهو. نرجع لكم تاني. وده يا حبايبي البوتاجاز بتاعنا بعد ما نضفناه. شايفين بيلمع ازاي؟ طبعا شفتوه في الاول كان عامل ازاي. شايفين الازاز؟ بصوا البوتاجاز يا جماعه بقى يلمع ويبرق زي الفل اكنه لسه جاي جديد. جربوا التركيبه الجميله دي هتعجبكم جدا.
وكمان هوريكم دلوقتي حيلة حلوة جدا أول مرة تعرفوها. يلا بينا.